الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. خطبة اليوم بمشيئة الله تعالى عن الميثاق الغليظ. قال تعالى في كتابه الكريم: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. والميثاق الغليظ أي عهدا مؤكدا وموثقا، وهذا يدل على أهميته وعظم مكانته عند الله سبحانه وتعالى. والمراد به الزواج. والزواج أيها الإخوة الكرام هو بداية بناء الأسرة، والأسرة هي بداية بناء المجتمع. فإذا تحقق الزواج بشروطه الصحيحة على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نشأت أسرة إسلامية تراعي الله سبحانه وتعالى وتربي نشأ إسلاميا، ومن هنا ينشأ مجتمع ووطن إسلامي متقدم ومزدهر. ولذلك اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما بالغا كبيرا، لأنها بناء المجتمع. ومن أجل الحفاظ على هذا الميثاق الغليظ شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق الرجعي، لكي يكون هناك فرصة ومهلة لرجوع الزوجين إلى بعضهما مرة أخرى. والطلاق أيها الإخوة الكرام له أنواع، فطلاق رجعي، وطلاق بدعي، وطلاق بائن. الطلاق الرجعي هو أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها في طهر جامعها فيه أو في وقت حيضها كان طلاقا بدعيا، وإن طلقها 3 مرات كان طلاقا بائنا. والله سبحانه وتعالى يقول: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه هي الطلقة الثالثة: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك بمعروف يعني تصبر عليها وتعاملها معاملة إسلامية حسنة، أو تسريح بإحسان أي تطلقها وتعطيها حقوقها كاملة دون أن تظلمها. فتأمل الرحمة الربانية في هذه الآيات التي فيها تشريع لأهم الأحكام في ديننا الحنيف: الزواج والطلاق. لذلك لعظم هذا الموضوع الكبير ينبغي على الشباب وعلى الفتيات ألا يقدمن على الزواج إلا بعد معرفة أحكام الزواج وأحكام الطلاق، حتى يكونوا على قدر كبير من الثقة والمسؤولية ومن تقوى الله عز وجل وتطبيق أحكامه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، انتشرت ظاهرة الطلاق في مجتمعنا، ولهذه الظاهرة أسباب كثيرة جدا. ينبغي علينا أن نعلم هذه الأسباب حتى نتجنبها ولا نفعلها. من أول هذه الأسباب ضعف الوازع الإيماني، ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فتجد الزوج أو الزوجة
مع أول مشكلة يسيرة بسيطة يريد أن يطلق، وهي تريد أن تطلق بسبب ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكذلك عدم الصبر، لا يوجد صبر عندهما، لا يتحملان ولا يعرفان قيمة الصبر ومقدار الصبر، مع أنها ذكرت في القرآن الكريم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن ضمن الأسباب أيضا أيها الإخوة الكرام هو نسيان الحقوق والواجبات والتكاسل عنها. يعني كل زوج أو زوجة ليهم حقوق وعليهم واجبات، فلو كل واحد تكاسل عن هذه الواجبات ولم يفعل ما عليه من واجبات كان هذا سببا من أسباب الطلاق. ومن ضمن الأسباب أيضا الانشغال طوال الوقت بمشاهدة الفيديوهات ومتابعة مواقع السوشيال ميديا، سواء على الموبايل أو على الكمبيوتر أو اللابتوب أو على التلفزيون أو أي أداة تشغل الإنسان وتضيع وقته فيما لا يفيد. فإذا لم يكن ما تشاهده وتتابعه قرآنا أو تعليما دينيا في أمور الدين كان هذا من تضييع الوقت الذي لا فائدة منه. وأنتم جميعا تعرفون هذه الأيام وهذا الزمن الذي امتلأ بهذه الشهوات التي تضل الشباب والفتيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لشبابنا ولفتياتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى الرجال على النساء فقال: استوصوا بالنساء خيرا. يعني أيها الأزواج وأيها الرجال عاملوا النساء معاملة طيبة، معاملة فيها لين وفيها رحمة، لأنهن ضعفاء. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أكتفي بهذا القدر وأدعو الله سبحانه وتعالى، فكونوا في الدعاء خاشعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وفي كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.